في جملة عظيمة جدا جمهور الزمالك رسخها، ألا وهي ترابط العائلة يصنع المعجزات. وده اللي أنا طالع النهاردة أتكلم فيه. يعني إيه ترابط العائلة يصنع المعجزات؟ لأن حرفيا من أول ما مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة الأستاذ حسين لبيب، وهو في علاقة كويسة جدا ما بين مجلس الإدارة وما بين الجمهور بشكل عام. تمام. طيب ترابط العائلة يصنع المعجزات. تعالى بس هنفصص الجملة دي عشان الجملة دي عظيمة جدا. الجملة دي محدش واخد باله منها. الجملة دي تقريبا ده البيلد اللي هيكمل مع مجلس الإدارة وهيكمل مع الجمهور. تمام. طيب ترابط العائلة يصنع المعجزات. كان بقالنا كتير قوي، سنين كتير ما شفناش جمهور الزمالك والإدارة إيد واحدة. كان دايما الجمهور بيعمل دوره ألا وهو مساندة الفريق، ودايما مجلس الإدارة أيا كان مين هو رئيس مجلس الإدارة بيعمل دوره باتخاذ القرارات دون الرجوع للجمهور أو هل ده في مصلحة الجمهور ولا لأ. لحد ما جه مجلس إدارة هو الأصلح وسيبقى الأنجح، هو الأنجح في الوقت الحالي بالنسبة لنا إحنا، يسمع للجمهور. يعني جه الوقت إن في مجلس إدارة قاعد بيسمع للجمهور وبيشوف القرارات أو الطلبات اللي الجمهور عايزها، هل دي في مصلحة النادي ولا لأ. ولو مش في مصلحة النادي أنا مش هعمل القرار ده. بس على الأقل هو بيسمعني، على الأقل في مجلس إدارة بيسمع للجمهور بتاعه. ودي نجاح أي منظومة، سواء منظومة رياضية، سواء منظومة أي منظومة. لازم إن أنا أسمع. يعني أنت لو في شركة، صاحب شركة، لازم بتسمع للموظفين بتوعك عشان تشوف مشاكل الشركة بتاعتك ايه. ده لازم ما فيهاش نقاش. فبالتالي نادي الزمالك او مجلس إدارة نادي الزمالك بيسمع لجمهور نادي الزمالك، وده نجاح المنظومة. ترابط العائلة يصنع المعجزات بشكل عام. معجزة ان انت بتتحط على الطريق الصح، معجزة ان انت النادي او جمهور الزمالك بقى شايف الصح وايه الغلط. اللعيب اللي مقصر انا هقول عليك ان انت مقصر ومشغل من حاجة زي كده. اللعيب اللي شايف نفسه فوق الفريق، لا تعالى في جمهور هيحاسبك. فبالتالي مجلس إدارة نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك في الوقت الحالي هم ايد بايد. يعني هم حرفيا متشبكين في بعض. ليه؟ نجاح الاتنين من نجاح المنظومة. يعني نجاح الاتنين من نجاح المنظومة بشكل عام. يعني انت المنظومة دي هتنجح يبقى اذا الجمهور ناجح، يبقى اذا المنظومة دي ناجحة، فكله بشكل عام هينجح. مش المجلس في حتة بياخد قرارات والجمهور في حتة تانية خالص بيساند النادي بتاعه. تمام. والاتنين مش عارفين يتقابلوا في نقطة. لا، احنا الاتنين متقابلين في نقطة. واعتقد ده بان في معظم القرارات اللي بتتاخد ومعظم البيانات اللي بتصدر من نادي الزمالك اتجاه جمهور نادي الزمالك. بس انا طالع اتكلم في نقطة زي دي تاني، هقولها لكم مرة اخيرة. ترابط العائلة يصنع المعجزات. احفظوا الجملة دي كويس قوي عشان دي هتقعد لسنين قدام.